المقصود من المقاولاتية. لهذا الغرض نستضيف ضيوفنا لتقديم وشرح وإعطاء المعلومات الخاصة بدور هذا الوكالة أو هذا الجهاز في تدعيم أو في دعم المقاولاتية وفي دعم الشباب ومتخرجي التكوين. المشروع تاعي عندي حاجة مختلفة على إخواني المنافسين. هنا هذه نديرها باش نبان، باش منتوج تاعي يبان. هنا معناها راهي بدات الفكرة تاع المقاولاتية تتبلور في مخك. مادام جيتوا هنا وراكم ديروا تكوين في تخصص معين، صاي بدات فكرة المشروع. راك تخرجت، معناها عندك معلومات على النشاط تاعك، عندك معلومات شاو العتاد اللي تحتاجه باش تجسد هذاك النشاط تاعك كأنماط تمويل. دوك نشرحوا جهاز القرض المصغر. كاين وكالات اخرى على غرار نيزدا اللي كانت لونسيج سابقا وتبدل الاسم تاعها، يسموها الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه. راكم تشوفوا الاسم كيفاش دا كلمه المقاولاتيه. ودوك حاليا راهم بادين مع الجامعيين، وممكن تتوسع الدائره لتشمل متربصي التكوين المهني. القرض المصغر اللي هو 10 ملايين ما هو يستفاد من 100 مليون. بصح يبدل النشاط ولا في نفس النشاط؟ لا عنده 2 ديبلوم. دبلوم واحد، لازم يختار دبلوم واحد، تمويل واحد. اسكو يقدر يدير تسبيقا للدفع. اسكو بحال كما حديث 800 وكذا وكذا كما قلت تاع 10 ملايين شاك 3 موا. اذا كان باغ هو حاب افونسي يخلصها، اسكو هذا كاين امكانيه ولا ما كاينش؟ نفس الشيء 10 ملايين، بغى يرجع بالمليون، بغى بال800، بغى اكثر يقدر، ولكن قانونيا لي زيشيونس تاوعو راه كل 3 شهور 833. قد قمنا على مستوى الولاية المنتدبة قصر شلالات بهذا اليوم الإعلامي فيما يخص المقاولاتية ودور الوكالة في الدعم وتطوير المقاولاتية، حيث كان إقبال كبير من المتربصين لسنة 2024، وكان حوار جد شيق عن طرق الاستفادة. إعلامي لفائدة متربصي معهد الوطني المتخصص في التكوين المهني من أجل إبراز دور جهاز القرض المصغر في دعم وتنمية المقاولاتية، حيث قدمنا شروحات للمتربصين حول مساهمة الوكالة في التشجيع لإنشاء أنشطة مدرة للمداخيل في مناطقهم طبعا. أيضا شرحنا أنماط التمويل التي تشرف عليها الوكالة بنمطيها. النمط الأول الخاص باقتناء العتاد الذي يصل سقفه إلى 1,000,000 دينار جزائري أي 100 مليون سنتيم، والنمط الثاني الخاص بفئة الحرفيين وأصحاب المهن الخاص بشراء المواد الأولية الذي يصل إلى 100,000 دينار جزائري أي 10 ملايين سنتيم. المشاريع التي تدعم، وهي إضافة جديدة لصالح الشباب البطال، خاصة لحاملي المشاريع من خريجي معاهد التكوين وحتى من خريجي الجامعات. فنثمن مثل هذه التظاهرات التي تشير أو كثيرا ما كان فيها جانب منير جدا لأصحاب المشاريع الذين كانوا يغفلون أو يجدون صعوبة في التمويل لمشاريعهم. فهناك حامل الأفكار وحامل المشاريع، فهنا يمكن أو عن طريق هذه الوكالة يمكن تجسيد هذه المشاريع.